السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا عايزة اعرف اللي بيشوف فيديوهاتي لحد دلوقتي ما عملش متابعة ليه؟ ما عملتوش متابعة ليه يا جماعة؟ هو انا وحشة مثلا ولا صفحتي وحشة؟ اعملوا متابعة الله يبارك لكم. نخش في الموضوع. انا طالعة اتكلم عن سلبية خربت البيوت. الجهاز النهاردة بتاع العرايس بقى شيء وحش جدا على فكرة. لكل بنت بتسمعني، اعملي خير في اهلك وخد الضروري. بلاش من كل حاجة اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. صدقيني، انت كده بتعمري بيتك وتخربي بيت ابوكي، وصدقيني الخراب بيقعد عليكي بعد كده. يعني اكتر حاجة بتوجع ان النهاردة البنات بتجهز جهاز فوق الوصف. بقت النهاردة جهاز البنات، في بنات بقى بتخش في 500,000 و600,000 و800,000 كمان. افترى، لان الاسعار زادت. مش هاممها بقى اهلها، مش هاممها اخواتها، مش هاممها ابوها، المهم انها تاخد الجهاز اللي يقولوا ايه الحلاوة دي، واو، ده جايب 20 عربية، ده جايب 50 عربية. بصي لابوكي وامك، بصي لاخواتك اللي بعد منك، خدي الضروري بس. بلاش تفتري، لان انتي اصلا مش يعني لو حصل طلاق من اقل حاجة بتقولوا طلقني. ولو حصل طلاق، اللي بيموتوا بحسرتهم اهلك، اللي بينقهروا على الجهاز ده اهلك، اللي بيتوجعوا بجد اهلك، لان بيبقوا ندينوا وجابوا قروض و... وتسلفوا وتزلوا واقساط، ويقعدوا يسددوا في الاقساط 5 6 سنين، ويقطعوا من قوتهم وقوت اخواتك عشان خاطر جهازك اللي في الاخر اتطلقتي بعدها بشهرين ولا 3 وجبتي العفش واترمى في الشارع. خليكوا رحماء بأهاليكوا شوية يا بنات، يا بنات اسمعوا كلام أم ندى. والله لو عملت كده وخدتي الضروري اللي هو الأجهزة الكهربائية والسجاد والستاير وهدومك وحاجة المطبخ والنيش، بلاش تغالي، بلاش من كل حاجة اتنين وتلاتة، بلاش من كل طقم حلة اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. ده جرانيت، ده مش عارفة ايه، ده مش عارفة إيه. ليه؟ ليه؟ حرام، حرام والله يا بنت حرام. حسي بأهلك شوية. لكل بنت داخله على جواز بتجهز دلوقتي، بصي لابوكي وامك. لو اهلك مبسوطين خدي اللي انت عايزاه، لو اهلك ميسورين ماديا انا اللي بقوله خدي اللي انت عايزاه. لكن لما يكونوا اهلك على قد حالهم وتقولهم انا عايزه وعايزه وعايزه وماليش دعوه، صدقيني بتخربي بيت ابوك وتعمري بيتك. لا، انت بتخربي بيت ابوك وبتخربي بيتك، لان ما اخذ على باطل او ما بني على باطل فهو باطل، وما اخذ على استحياء فهو باطل. ممكن ابوك مكسوف يقول لك يا بنتي ما معيش وخفي عني شويه، فانت بتبقى واخده حاجه مش من حقك، فما بتعودش ما بتعودش عليكي بالنفع او بالحلال او بالعمار، لا بيعود عليكي بالخراب. فلكل بنت خليكي هينه، خليكي حساسه. بصي الاول لابوك وامك، شوفوهم بيعملوا ايه، شوفوهم بيجيبوا جهازك ازاي، شوفوهم عاملين جمعيات ايه ولا باعوا ايه ولا عملوا ايه علشان يجيبوا لك جهازك. النهارده البنات بقت مفتريه، والله مفتريه. ايه يا بنات في ايه، ايه يا حبايبي في ايه؟ والله العظيم ده المصيبه الكبيره ان انت بتاخدي جهاز قد كده، قد كده، وترصي حاجات تحت السرير وترصي حاجات فوق فوق الدولاب. انت بتعيني لمين؟ هتجوزي بنتك بعد كده على حساب مين؟ على حساب ابوك الغلبان او امك اللي طافحه الدم؟ وتبقى المصيبه بقى اسخم وادل سبيل لما تكون واحده ارمله وبتجهز بنتها، والبنت طالعه مش شايفه ان امها ست ضعيفه ولوحدها، لا تجبرها انا عايزه، ماليش دعوه، انا عايزه زي البنات. كله بقى بيبص لبعضه. عشان ايه؟ عشان تخربي بيت اهلك وتعمري بيتك؟ مش هتعمريه، مش هتعمريه، لانك انتي ما عرفتيش يعني ايه مسؤوليه. لما تيجي تتجوزي من اقل حاجه هتقولوا طلقني، ان ما خرجكيش هتقولوا طلقني، ان ما جابلكيش هدايا هتقولوا طلقني، ان ما جابلكيش في العيد جلبيتين وثلاثه وطقمين وثلاثه واربعه هتقولوا طلقني، عشان اتعودتي على الانانيه.
في بنات جدعة وفي بنات كويسة، أنا مش بقول كل البنات وحشين، في بنات كويسة جدا 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 مع أهاليها، بيشوفوا ظروف أهاليهم بياخدوا الضروري. أما البنات، أغلب البنات والله العظيم والله العظيم شيء بشع. هتعملي إيه؟ هتعملي إيه بكل ده؟ ده هم هتشربي في كوباية، هتاكلي في طبق، هتلبسي جلابية، هتفرشي طقم سرير، لازم 60 طقم سرير و60 طقم فوط ولا 200 ولا ايه الكلام الفارغ ده؟ لازم تجيبي حاجة تكفيك العمر كله؟ لا ده انت هتجددي وهتجيبي، يمكن ربنا يكرمك، ارضي بالقليل، يمكن ربنا يكرمك انت وجوزك وتجددي كل سنة وتجيبي الحلو كله. حسوا بأهاليكوا يا بنات، حسوا بأهاليكوا، بلاش تتنوا ظهر أبوكوا كده وأهاليكوا كده بجد. أبوكي بيندين ويجيب قروض وفي الآخر بيتحبس ويقعد يخبط على بيوت الناس علشان خاطر يسدد ديونه، والناس تلمله، وفي ناس تقول لك احنا عارفين نشيل نفسنا. حسوا باهاليكوا شويه، حسوا باهاليكوا وارحموهم عشان ربنا يرحمكم، عشان لما تكبروا وتتجوزوا وتخلفوا ولادكم يرحموكم، عشان بيتك يبقى عمران، عشان انتوا وجوزك تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتشيلوا المسؤوليه صح. اما بالطريقه اللي انتوا بتعملوها دي، لا والله، ده ظلم باين، ظلم باين للاهل. ارضي، ارضي وحاولي تلمي الليله مع اهلك وتتجوزي وتبقي سعيده وهم يبقوا سعداء وفرحانين بيك. ليه؟ عشان انت حاسه بيهم. النهارده انا بشوف عربيات خارجه بجهاز، 50 عربيه و30 عربيه، ايه ده؟ واللي جايبه شاشتين، واللي جايبه تلاجتين وفريزر، واللي جايبه التلاجه ام بابين، وتلاقي ابوها غلبان وطفح الدردي. ليه كده يا حبيبتي؟ ليه كده يا قلب امك تقومي ظهر اهلك كده؟ عشان اهلك مش عايزين يزعلوك وبيقولوا البنت ما بتاخدش من حاجه من بيت ابوها الا جهازها، تقومي ظهر اهلك تخليهم يجيبوا حاجه فوق طاقتهم؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ارحموا اهلكم شويه، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.